حياكم الله اخواننا الاعزاء. الان من محطة وقود عفك الحكومية، نطالب بتشغيلها باسرع وقت، نطالب بتشغيلها باسرع وقت. طولت شغلتها، صار لها 4 سنوات، ما معقولة طولت، والناس جات تتذمر بسبب تأخير افتتاحها. نطالب بتشغيلها، نطالب بتشغيلها. على مود شنو؟ على مود تبليط، على مود تبليط 15 متر. هذا التأخير مو عندنا معمل اسفلت، المحافظ يقول تم تشغيله، معمل اسفلت الديوانية بلطوه شارعها، هذا شارعها بلطوه وحلوا لنا هاي المشكلة. خلي الناس تستفاد من عندها، خلي الناس تستفاد من عندها. على مود شنو؟ على مود المحطات الأهلية. شنو الغاية من تأخيرها؟ شنو نريد نعرف، شنو الغاية من تأخيرها؟ ليش جاهزة وكاملة من كل الجوانب؟ إذا على مود تبليط 15 متر هاي سهلة، هذا التبليط هنا بلطوه، واكو بعد هناك تبليط هم مسافة قريبة بلطوها وشغلوها. محطة وقود عفك شغلوها هن، إذا ما شغلون هن نطلع تظاهرات واحتجاجات، راح نطلع هنا نوقف ونطالب، هنا نوقف ونطالب. الله وكيلكم صارت كلش بدون ملحة، تأخرت هاي المحطة، محطة وقود عفك الحكومية تأخرت. يا محافظنا، يا ناس، يا عالم، يا محمد الشياع السوداني اتدخل، معضلة هاي صارت. احنا مواطنين عفك، هنا نوقف نتظاهر، هنا نوقف نتظاهر. اذا ما شغلتوها هاي احنا نطالبكم. هذا عليها، هذا سبيس ما تفرشونه، سووه هذا السبيس بلطوه الشارع. ايش منتظرين؟ شو متانين بالسبيس هذا؟ احنا راح نتظاهر، راح نحتاج، ملينا نريد. هاي محطتنا مالتنا، مالت الشعب هاي، والله مالتنا هاي، مالت الشعب هاي. طالبنا بها احنا، وقفنا وتظاهرنا على مودها، ما نعوفها ابد، ما نعوفها. اهل عفك مستعدين يطلعون هنا، يوقفون ويطالبون بتشغيلها. ان شاء الله نريدهم يطلعون، مو بس يحجون بالمنشورات والتعليقات يقولون ليش تاخرت وليش، طلعوا تظاهروا، مو تعوفونا وحدنا.